بُصّي، الclient قال حاجة غلط مش عايزة تبيّني له إنها غلط، عرّفيه إنها كانت صح بس، يعني أنا دايمًا باعمل الحركة ديّة بصراحة، مش عارف هي صح والّا لأ، بس فكرة إيه، إن أنت بتقول لي معلومة غلط، باحاول إن أنا أقول له بُص هي المعلومة ديًّا كانت مضبوطة وكانت بس حصل update مؤخرًا، فيمكن مش عند سيادتك آخر update، بس آخر update بيقول 1، 2، 3. فأنا باحاول إن أنا أثبت له إن الlast أو الصح عندي، من غير ما attacking اللي هو لأ ده غلط على فكرة، لأ ده صح، ده لا إلا بقى الشخص اللي داخل يعمل نفسه قوي technical، وهنا أنا قصدي الأفراد الside غير الowner. لمّا الأفراد الside لإني قابلت كتير، كان في أشخاص بتخش الmeeting side وعايزة تثبت إن أنا اللي مش فاهم، فأنا دي عندي مشكلة في الموضوع ده، ليه؟ لإن أنا في نهاية المطاف أنا أحمد ثابت. يعني الايجنسي لو قابلت منها سيلز 2 3 اوبريشن ايا كان، انت خلاص بتوصل لمرحله ان انت خلاص هتقعد مع احمد سامي، فما ينفعش تقعد معايا وتقول لي ان انت مش فاهم او تثبت لي ان انا مش فاهم. فالشخص اللي داخل والاوبجيكتيف ده عنده في دماغه، باحاول ان انا اعريه قدام اللي موجودين ان انت اللي مش واخد بالك من النقطه دي. انما لو كان الاونر وعن جهل فعلا وما يقصدش، فباحاول ان انا اثبت له ان الحاجه دي كانت بس حصل ابديت. في شركات بتعملها بس احنا ما بنعملهاش، باحاول ان انا اجيبها له بشياكه كده.